صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا مدوزين وقت زوين. حنا النهار عندنا هنا زوين كما كتشوفوا الشميشه مشى الوقت. حنا دابا في واحد البور اللي كاين في الشمال الشرقي ديال استراليا، في واحد المدينه سميتها ايرلي بيتش. غندوي لكم اكثر على هذه المدينه من بعد وغن باش معروفه والمناظر وكل شيء. حنا دابا دوكينا مي المدينه شويه بعيده، ما نقدروش نقربوا على قبل الشعاب المرجانيه وداك الشيء، فالباطو ضروري خصو يبقى بعيد. ما كنمشيو في واحد الباطوات صغار اللي كيديونا كنركبوا فيهم، اللي كيديونا للمدينه. غادي نوريكم البروسيس كامل كيفاش كيدوز. هما الباطوات الصغار هما غادي تشوفوهم، هما هذاك اللي لتحت كيركبوا فيه الناس. موراها الباطو كيديك تما للمدينه فين كاين البور. المهم غنشوفوا هذا الشيء كامل في الفيديو. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا شي لايك وكومونتير زوين، ونتلاقاو من بعد. احنا دابا ركبنا في ذاك الباطو الصغير كما كتشوفوا حدايا هذا البرج الضخم اللي فيه الاف الاطنان د الحديد. كنتسناو دابا غير يعمر شويه بالناس، وموراها غنحركوا كما قلنا للمدينه اللي راهي تما. الوقت تقريبا باش نوصلوا تما واحد نص ساعه تقريبا، ما كاملاش، عندك 20 دقيقه حتى نص ساعه. كنركبوا في هاد الباطوات الصغار اللي الشركه كتكريهم. كل واحد تقريبا تيهز واحد 250 ديال الناس، وكنديوهم البور باش ينزلوا. هذه في حاله الباطو ما كانش يقدر انه يستاسيوني في البور، ديما كنديروا هذه. وماشي هذا هو البور الوحيد اللي في العالم اللي فيه هذا البلان، كاين بزاف لي بور، كاين بيليز، كاين دي بور في المكسيك حتى هما، وكاين بزاف في استراليا كاين بزاف بسبب ديك الشعاب المرجانيه وداك الشيء. فكاين بزاف ديال لي بور اللي ما كتقدرش تطوكي فيهم. شاد راسي حيت البرد كاين اللي هو بزاف. فالمهم نشوفوا الامور كيفاش غتمشي. قربنا نحركوا. هانتوما كتشوفوا المناظر جميله، الشمس وشويه السحاب. هو الباطو حدانا 13 لطاج ديال الحديد تما. داك اللعيبه الصغيره تما، داك هو البريج، هو فين كيسوقوا الباطو. غادا من هاد الجهه حتى للجهه الاخرى ديال الباطو. ايوا طبيعه ربيعه. واصدقاء احنا دابا يلاه خرجنا من الباطو، خرجنا من البور، خدينا داك الباطو الصغير كما شفتوا في الفيديو. وصلنا دابا البور. احنا دابا في واحد المدينه اللي سميتها ايرلي بيتش، اللي موجوده في الشمال الشرقي ديال استراليا. المدينه معروفه بانها مدينه توريستيك في استراليا، كيجيو لها التوريست من بزاف البلايص في العالم. مدينه معروفه بانها من اقرب المدن للجريت بارير ريف. غندوي من بعد على الجريت بارير ريف ونعطيكم شي معلومات عليه وشي حقائق عليه. مدينه بحال قلتي الا في المغرب، عرفتي ديك المدن اللي كيكونوا في البحر، اللي كيكونوا ساحليين وكيكون فيهم بزاف ديال الغاطس ولا السيرف.
وهنايا معروفه اوسي بالطيارات كيطيروا الناس فوق الجريت بارير ريف. نوريكم من بعد شي فيديوهات وهذا. ما الدنيا هنا راه يا سلام، ما نقولش لكم. جو زوين، البحر كاين تما. تشوفوا الديورة في الجبال، ديورة زوينين، كل شيء طبيعة ربيعة. المهم غادي مع الشباب. الجوج اللي قدامي كوميديان كنخدم معاهم. يلا كنحاول نخربق الكاميرا، كنحاول ندور عليهم. المهم واحد فيهم هذا اللي لابس البيض على اليسار عيد ميلاده اليوم، فخارجين خارجين نسيليبريو عيد ميلاد ديالو. وسي نوريكم المدينه ديال الايرلي بيتش والدنيا هنا كيفاش دايره. فبقاو في الفيديو. الا باقي ما درتيش لايك وما درتيش فولو ولا سبسكرايب ديرها دابا قبل ما يفوت الحال. الحاجه اللي زوينه في استراليا فين ما مشيتي كتلقى حاطين لك هاد اللعيبات فاش تعمر الماء ولا تشرب، والمفابور فين ما مشيتي. وحتى حتى ملي كتمشي للقهاوي ولا للريستورون ولا اي حال غتاكل فيه ولا غتشرب، ضروري ما يعطوك المفابور. يعني كيعطوك لوبسيون ديال بغيتي تشري الماء يعطوه لك، ما ديما كيكونوا حاطين الماء ديال الروبيني، كيكونوا حاطينه في قراعي وتعطوك كيسان، وانت كتقول لهم واش بغيتي ما من قرعه ولا ما تشرب من ديال الروبيني، وتعطيه لك فابور ما تقدرش تخلص عليه. وهذا قانون في استراليا. حتى حنا الباطو ديالنا ملي كنكونوا في ميريكان كنبيعوا الماء المراكنه كيشريوه في قرعه وهذا. مي ملي كنجيو لاسترالي اوبليجي علينا كنحطوا الماء في كاع الريستورون وكاع البيران اللي كاينين في الباطو، باش انه بنادم ما يشريش الماء. يعني الا بغاو يشربوا ما فابور خصنا نعطيوهم ما فابور. هذا بلان زوين في استرالي. وسيرتو هاد اللعيبات اللي شفتو صاحبي كيعمر الماء منه كاينين في الزنقه وكيعطوك ما بارد، فهمتي، مهلين في داك التخربيق. وهذا بلان زوين لاستراليا. شو البحر شحال زوين والماء شحال زوين. لا كاين المشكل حتى واحد ما يقدر يعوم. كيما كتشوفوا في هذا البانو هذا كاين ستينغرايز اللي غادي يصيفطوك للجنه ولا جهنم على حساب انت وداكشي اللي درتي. فكاين بزاف البوكس جيلي فيش اللي هو اكثر حيوان مسموم في العالم، والاكثر سميه، وموجود في هذا البحر بزاف. وكاين حتى هذاك اللي مكتوب لتحت ايروكانجي اي ثينك كيسميوه. فصعيب تعوم في هذه البحوره. وبزاف البلايص في استراليا كاين بزاف الحوايج اللي باغيين يقتلوك. فكاين كما تشوفوا هذا البوكس جيلي فيش وانواع بزاف ديال الجيلي فيش. كاين حتى القرش، كاين الحوت في شي بلايص. قضيه صعيبه. شو الاسترالي شحال نقي عاوتاني. كيعطوك بينالتي الا ما خليتيش الكلب ديالك مربوط. واولسي كيعطوك هادو باش ميكات باش تجمع الفضلات ديال الكلب ديالك ولا القط ديالك وما يبقاوش في الزنقه. والا ما درتيش هذا البلان هذا كيعطوك مخالفات. هذا البلان شفتو حتى في الامارات، والامارات شويه ستريكت اكثر. هاد الامارات فيها بزاف الكاميرات وسيرتو في مارينا في دبي فين كنا عايشين كتلقى بنادم كيمشيو بالكلاب بزاف، وتا هما دايرين لهم هذا البلان هذا. وهذا البلان غالبا كاين في بزاف الدول، مي كتشوف الناس مهلين في الدوله ديالهم، مهلين في الطبيعه ديالهم. وحتى الناس كتلقاهم
كتلقاهم ديجا شارين الميكات معاهم جايبينهم، يعني ما يحتاجوش الدوله تعطيهم ميكا باش يجمعوا الزبل ديال الكلاب ديالهم. مي اوسي بنادم داير داكشي اللي عليه، فهمتي؟ الوعي هذا بلا مزيان لاستراليا. سو كما شفتوا في هذا البحر اللي كاين في ايرلي بيتش، الناس ما يقدروش يعوموا. المهم الدوله كتقول لك ما تعومش، عوم على حسابك، حنا ما مسؤولينش حيت المنطقه خطيره. مي دارت لهم واحد البلان زوين، دارت واحد لاغون اللي بنادم يقدر يجي ويعوم فيه، واللي صراحه زوين، صراحه ناضي. ها هو بناو لهم هذا البلان هذا كامل اللي بحال بيسين، ولكن راه كبار من بيسين. هو كاين فيه الغرق، كاين كيبدا من نص مترو وكيبقى غادي حتى كل ما مشيتي بعيد كل ما تيغرق. فهنا مثلا هذا الكوطي هذا مترو 60 ولهيه 2 متر، وكاين لايف جاردز، وكاين فهمتي كاين في هذا الكوطي هذا، وكتقدر تمشي حتى لذاك الكوطي الاخر، فهمتي؟ وجنب البحر بنادم كيريح في الربيع صافي وكيجي كيعوم ليه مع راسو. دايرين لكم بلايص فين تقدر تبدلو، تقدر تنعس في هذا الربيع هذا. ما كاينش الرمله، مي الربيع حسن كيبقى. المهم هذا البلان زوين. للاسف ما تقدرش مثلا دايفي، ما تقدرش تجري، هذا شكون اللي غيجري في الماء؟ ولكن شحال من واحد كيبغي يدايفي، وهذا بلان زوين دايرين لهم هنايا. فإلا جيتي الا طحتي في ايرلي بيتش تقدر ما تعومش في البحر، مي ضروري غتعوم. دايرين لك بلايص فين تعوم وفابور، ما كتخلص حتى شي حاجه هنايا. وحدا هذا القنت هذا عامر بلي ريستورو ولي بار، باش بنادم الا بغى يمشي يشري ليه شي لعبه وهذا كيلقى ما يدير. ها هو خونا اللي عيد ميلادو مشى تلاح. Are you going to swim? Yeah, maybe not right now, but I definitely will. Do you want to go get something? I'm easy, man. I'm easy. Just hanging. Look at the birthday boy. Chilling. Birthday boy. فالمدينه كما قلت قبيله معروفه بزاف الحوايج اللي هما تورز. فهاد المدينه كتقدر دير شي تورز اللي واعرين، وانا دابا غنوريكم واحد مثلا لي زوبسيون اللي عندك. فمثلا عندك الجيت سكي اللي كتقدر تمشي السكي ديالك وتدور على البلايص. كتقدر دير مثلا الكاياك، كاين بزاف البلايص اللي تقدر دير فيهم كاياكين. كاين سيل بوت اللي كتركب في واحد السيل بوت اللي كيمشيو كدور وهذا. وواحده من الاوعر الحوايج اللي تقدر دير اللي هي الطير فوق الجريت بارير ريف. غندوي اكثر على الجريت بارير ريف لاحقا. فمثلا هذه الخريطه كتوريك كتمشي مثلا من البلاصه اللي حنا فيها، وكالطياره كدور بك على الريف كامل وكترجع بك لبلاصتك. كاين عاوتاني سبيد بوتس اللي هذه الغطس بعدا، هذه الغطس حيت الحياه المرجانيه تحت الماء راه خرافيه. وكاين سبيد بوتس اللي الباطوات السريعين اللي كيبقاو يديروا الدوناتس في البحر وهذا. فكاين بزاف ديال التورز ولي زوبسيون اللي تقدر دير في ايرلي بيتش ولا في ويت ساندايز اريا بشكل عام. كاين حتى مثلا كتقدر دير دايفينغ، سكاي دايفينغ، بزاف ما يتشاف حيت كما قلت لكم الفيو من الفوق. وانا غنحط لكم درون فوتج اللي غيوريكم شحال زوين هذا القنت هذا. هذا هو الشارع الرئيسي في المدينه بعدا. هنا فين كاينين بزاف ديال المحلات ديال الشوبينغ. كاين دي ريستورون، كاين بلايص الماساج، كاين ايس كريم، كاين واحد المحل كيبيع الكباب وشاورما وتخربيق. وهنا فين هذا هو الشارع الرئيسي. في الليل هنا الحياه عاوتاني كتكون في شكال امور كتكون ناضيه. مي راه كاين بزاف ديال البشر، وكاين بزاف ديال الصيف. فاول حاجه غندير انا والشباب مور ما وصلنا للمدينه وغنمشيو نقصيو. انا ديجا كنت هنايا هذه شي عامين، وديجا دوزت كنجيو لهاد البور هذا تقريبا 2 مرات في الشهر ولا هذا. كنت مشيت بزاف البلايص، فهما واحد فيهم معمروجه، الاخر شحال هادي ونسى. فريكومونديت لهم واحد الريستورون اللي كنت مشيت ليه شحال هادي. ريستورون شويه كيديروا ماكله طاليانيه.
عندي واحد الطالياني اللي جربها وقال لي ماشي اوثنتيك 100% مي ماكله مزيانه. كيديروا بيتزات، كيديروا سباغيتي وتخربيق، عندهم ماكله شويه زوينه. فغنمشيو نشيكيو. انا الا ما خفت نكذب كيحبسوا الكيتشن الغدا مع 12 ونص، ما غنشوف. هو الوقت دابا قرب 12 ونص دابا، ما عرفت. غير هو المشكله كاينه واحد الكعطاء 20 دقيقه ديال المشي، فغنوصلوا تقريبا مع الوحده. الا لقيناهم سالاو غنكونوا ضيعنا بزاف ديال الوقت. 20 دقيقه ديال المشي، 20 دقيقه ديال الرجوع، واحد 40 دقيقه ضيعناها. ما نقدرش نشيك اونلاين، ما عرفتش كيساليو، ما بانش ليا. مي غنقمروا غنشوفوا غنمشيو. الا لقينا القص غنقصيو، ما لقيناش ما عندنا ما نديرو. فهاد القنت هذا في الاسترالي غالبا تعيشوا غير الناس اللي عندهم فلوس. الناس اللي كيشدوا مثلا ريتايرمنت، يعني كيتقاعدوا، كيبغيو واحد القنت اللي بعيد على المدن، بعيد على الابراج وعلى الصداع وعلى الزحامات والترانات وهذا. فكيجيو بزاف لهاد سيرتو لهاد القنت هذا ديال الاسترالي اللي هو الشمال الشرقي. حيت بزاف البلايص ما تقدرش تعيش فيهم. الناس اللي في استراليا عايشين غير في 5 حتى ل 10% من الدوله، واستراليا كما كتعرفوا راه قاره. مي هاد القنت كيعيشوا فينا بزاف، وهنايا كتلقى كيبان لك بلا راه الفلوس كاينه. احنا دابا في فصل الصيف، حنا دابا في شهر 2. عندهم الصيف، العز ديال الصيف هنا في الاسترالي كيبدا في شهر 12 1 2 3. مي ملي كيكون عندنا حنا الصيف مثلا في المغرب في الاوروب ولا هذا، كيكون هما عندهم الشتاء. فتما فين كيكون الجو هنا واعر وزوين. هنا واخا الشتاء نيشت للدراري فين يمشيو. هنا واخا الصيف بعض المرات كتصب الشتاء، كيتبدل الجو، عواصف. كاين دابا حاليا واحد في هذا الوقت ديال تسجيل الفيديو كاين واحد الهوريكين اللي ضارب الغرب ديال الاسترالي. تو يور رايت بويز. ضرب الغرب ديال الاسترالي ومرون الدنيا تما. هنا كان هذه شي 2 سيمانات كان الفيضانات والناس ماتوا. نوريكم تصاور كيف ما كتشوفوا. فيضانات كبيره صبات واحد الشتاء على هذا القنت هذا في الاسترالي. في النهار واحد ولا ما عرفتش شنو صبات الشتاء ديال الشهور، بحال داك البلان اللي كان طرا لدبي واحد الوقت، واللي كان طرا حتى للصبليون. ما كاين لا السمطار لا والو، حيت انا ما كيديروش هما السمطار ولا تخربيق. مي راه غير الجو تخربق. وصلنا لواحد البارك هنا دابا سميتو الكورال بارك، هو اللي فين كاين البلاصه اللي غنقصاو فيها. وبغيت نوريكم واحد اللعبه واش غتبان لكم. المهم كاين بزاف ديال الدرابوات كما كتشوفوا في هذا البارك، حاطين بزاف ديال الدرابوات. ما عرفتش غيكون المغرب، ما عرفتش ليه شفتوا. ما كاين بزاف ديال الدرابوات اللي هنا حاطين مثلا ديال الاسترالي، حاطين بولندا، فلبين، سنغافور، جابان، ساوث كوريا وهذا بزاف الحوايج. ما كاين واحد الدرابو اللي غالبيه ديالكم ما يكون ما عمرو شافو، اللي هو داك الدرابو اللي بعيد. راهو البرد ما بغاش يدير مزيان. راه فيه النص كحل الفوقاني والنص التحتاني النص الفوقاني كحل، النص التحتاني احمر، وفيه واحد الدوار صفراء في الوسط. هذاك الدرابو ما عمرك غتكون شفتيه حيت ماشي ديال شي دوله، ولكن هذاك الدرابو مهم جدا للاستراليين. هو هذا اللي كتشوفوا دابا تيتحرك. وكاين حتى هذا اللي حداه، ولكن هذا اللي حداه مخربق. المهم مجموع ما نقدروش نشوفوه، راه فيه الخضر والزرق وواحد اللعيبه. المهم هذا الدرابو هذا ضروري ودايرينه في كل بلاصه، حيت هذا الدرابو هذا سميتو الابوريجينال فلاغ. الابوريجينال فلاغ الابوريجينال هما السكان الاصليين اللي كانوا عايشين في استراليا، وجاو الانجليز ملي احتلوا استراليا وفناوهم. يعني باقي منهم شي وحدين مي فناوهم. نفس البلان اللي طرا في الامريكان فاش الانجليز مشاو للامريكان فيناو لي زانديان وهذا السكان الاصليين الهنود الحمر، سالاو معاهم حتى ما بقاوش. يعني في الامريكان راه واقيلا بقاو شي نسبه قليله. هنا في الاسترالي باقيين شويه. مي البلان اللي طرا في الاسترالي هو الناس اللي دابا حاليا ولا في هاد السنوات الماضيه
فقول داك البلان ديال اما بلان ما والو انك تمشي تحتل دوله وتمسح الناس اللي عايشين فيها. فاشنو داروا؟ ولاو تعترفوا بهذاك الخطا ديالهم. فمثلا في يوم استراليا في استراليا داي كاين بزاف الناس اللي تيحتفلوا بيوم التاسيس، ولكن كاين بزاف ديال الناس اللي كيكونوا حازنين في هذاك النهار لانه كيتفكروا انه هذاك هو النهار اللي واحد الدوله قامت على اسس دوله اخرى. الوغ كم حيتي واحد الدوله ودرتي دوله جديده سميتيها استراليا. فكاين بزاف الناس اللي وعاشرت شي ناس اللي كيكعاو اللي حاقدين على دولتهم كاستراليا ولا الانجليز، حيت داروا هاد البلانات هادو واخا هما استراليين. غالبا هاد الناس كيكونوا اصول ديالهم مثلا اوروبيه ولكن ماشي استراليا، مثلا من اليونان، ولا اصول ديالهم ميدل ايست، ولا اصول ديالهم من لاتينيا وهذا، ولكن كيكونوا والديهم جاوا لاستراليا شحال هادي وتزادوا هما في استراليا وهذا وكذا وكذا كذا. ما حاملينش داك البلان اللي دارت استراليا، فكيكونوا حاقدين واحد شويه على البلاد. مي هذا هو البلان. واستراليا فيما كيبداو شي خطاب ولا فيما كتمشي لشي محل ولا شي بلاصه ديال الدوله، كتلقى ديما داك الدرابو اللي هو ديال السكان الاصليين، وديما كتلقى واحد التكست اللي لقيتو غنحط لكم صوره منه تشوفوه، اللي كيقولوا فيه انه استراليا كدوله كتعترف بالسكان الاصليين وكتعترف بالناس اللي كانوا مالكين هذه الارض هذه قبل ما تقوم الدوله ديال استراليا. وبحال قلتي كيعترفوا بداك الذنب اللي داروا ديال انه حيدوا الناس من اراضيهم وهذا وهذا وهذا. وهذا امر اللي ندم زوين وهذا وكذا، ولكن فهمتي واحد شويه مخربق. وكاين استراليين اللي عايشين في استراليا كيقولك ما سوقناش حنا استراليين ما عندنا سقف اللي كانوا عايشين قبل، كنفكروا حنا في دابا، ما كنفكروش في الماضي، كنفكروا في دابا وكنفكروا في الماضي في الحاضر. فهذا واحد البلان اللي مخربق بين الطروفه بجوج، مي قصه زوينه. سنعود بعد قليل.